هلو يابا، شلونكم؟ اليوم راح نسوي احنا وياكم أطيب خبز بالون خاص للمناسبات. يا رب تعجبكم الطريقة. راح تكون حشواته مختلفة: دجاج، صوصج، جبن، أي نوع حشوة ترغب بيه، لبنة، زعتر. إن شاء الله تعجبكم طريقته وتابعوني. حياكم الله. راح نضيف نص كوب مي، وملعقة خمرة كبيرة، وملعقة سكر كبيرة، وننتظرها تختمر 10 دقائق. وبعد ما خمرت نحط لها 3 أكواب طحين عادي متعدد الاستخدامات، ونعجن العجين. بعد ما خمرت العجينة نقطعها بهالشكل ونتركها ترتاح 10 دقائق. راح نغطيها بهالشكل، لازم ترتاح العجينة حتى تنفتح وياك. بدينا نفتح العجينة، فتحتها مثل ما تشوفون دائرة، وراح أقصها بالمقص مالت البيتزا مثلثات، ووحدة طويلة، يعني راح نسوي شكلين خبز بالون، راح نسوي مثلثات صغار وكبار، هذا حسب انتي ذوقك. وهنا نتركه بصينية يرتاح 10 دقائق، طبعا نغطيه. بدينا بطريقة القلي. بعد ما ارتاحت سخنا الزيت ونزلنا القطعة مالت الصمون ونظل نسقيها بالزيت. تحمرت عندي بهالشكل، راح أطلعها وأنزل الثانية، وراح نبدي نقلي النوع الثاني اللي هو يجي مثل الهلال. لازم نظل نسقيها بالزيت مثل ما تشوفون واضح عندكم بالفيديو، من أول ما نحطها بالقلاية أو بالمقلة اللي راح تقلين بيه بهالشكل. وهذا آخر مرحلة إلها للقلي، راح نطلعها. وخلصنا مرحلة القلي. شوفوا الخبز يخبل أو طلع كلش حلو. وهنا راح أفتحها وأشوف داخلها. شوفوها شلون منفوشة، احنا نحبها شوية ثخينة، تقدرون تسووها أخف. والحشوات عندنا راح تكون جبن، مرتديلا، دجاج، أي شي عندك يرهم بيها. أني بصراحة راح أسويها جبن عادي أو جبن أبيض، وراح نحشيها همينة صوصج، يعني أي شي عندك، حتى لبنة، زعتر، يرهم بيها كل الحشوات. وهذه الثانية راح نحشيها صوصج، خليت خس وطماطة، يعني هي فكرة الحشوة يكون من ذوقك واختيارك. شوفوا شكلها يخبل. وهذه هي أسهل سندويشات للمناسبات. وصلت وياكم بنات لنهاية الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم. أترككم بأمان الله وحفظه، لكن اللي ما مسوي لايك يسوي لايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة.